في البداية إذا كنت أول مرة تشوفنا تأكد إنك تضغط على الإعجاب وتشترك بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس عشان لو نزلنا أي ملخص يوصلك زي إشعار على تليفونك. بيبتدي الفيلم في سنة 2020 أيام ما كان في حجر صحي وتباعد اجتماعي بسبب فيروس كان منتشر الفترة دي، وكانت الأسواق فاضية ومفيش أي بضاعة، وبنشوف تايلر وبيكون ماشي في واحد من الأسواق وفي حد بيبعت له رسالة وبيقول له مش عاوز تحتفل معانا. وقتها تايلر بيوافق بس مش بيكون عارف مين اللي بيكلمه، وبعدها بيقول له اتأكد انت مصاب ولا لا، وتايلر بيشتمه وبيقفل. بس وهو كان واقف في الطابور علشان يحاسب، الشخص الغريب ده بيبعت له صورة وبيكون مصوره من ظهره وكأنه واقف وراه، بس تايلر مش بيهتم وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيطلع الحاجة وبيحس ان في حد بره وبيروح علشان يتأكد، بس فجأة التلفزيون بيشتغل لوحده وبيبان ان في حد دخل عنده، ولما بيطفي التلفزيون بيهجم عليه بالسكينة وبيحاول يخلص عليه. وكان تايلر بيقاوم وبيروح يتخبى في أوضة لحد ما صوت الراجل بيختفي، وبيجيب عصاية وبيخرج علشان يواجهه، بس بيلاقي باب الشقة مفتوح وبيفكر ان الراجل الغريب ده مشي، فبيخرج علشان يتأكد، فبيظهر الراجل من وراه وبيخلص عليه. وبنشوف اتنين اصحاب وهم باكر وميري، وهم كانوا رايحين حجر صحي بعيد عن المدينة علشان يتجنبوا الناس، وبيوصلوا البيت اللي بيكون كبير وفاضي وبيكون أقرب جار ليهم بعد حوالي ميلين من البحيرة. وكانت ميري مبهورة بالبيت وبتوصل رسالة في تليفون باكر من رقم مجهول وبيقول لها مبسوطين، فبتسأله انت مين وبتسيب التليفون. ولما بتكون قاعدة هي وصاحبتها على المية بيبعت لها رسالة وبيقول لها نط في المية امان، وبتعرف صاحبتها ميري اللي بتخاف، بس باكر بتقول لها ممكن يكون صاحبي الدي جي بيهزر ولا حاجة، وبتديله حظر وبتقول لها كده المشكلة اتحلت. بس كان باين في حد بيراقبهم من بعيد. وبالليل وهم قاعدين بيسمعوا صوت وبيشوفوا نور عربية بره، وبتقول ميري ممكن يكون ساعة بريد اتلخبط في العنوان، وبيروحوا يشوفوا مين اللي جاي، وبيكون الشخص ده قاعد في عربيته. وبتقول باكر ممكن يكون صاحب ابويا جاي يطمن علينا. وقتها ميري بتمسك سكينة والشخص بيرن الجرس، وبتروح باكر وبتقول مين ورا الباب، بس مش بيرد وبيخبط على الباب. وبتاخد باكر السكينة وبتروح تفتح الباب ومش بتلاقي حد، بس بيبان ان في حد ورا ميري، بس بيطلع صاحبهم دي جي وبيزعقوا معاه علشان ما ردش عليهم، بس بيقول لهم انه كان معاه تليفون. وبعدها باكر بتسأله انت هنا بتعمل ايه، بيقول لها ما كنتش عاوزك تقضي الحجر لوحدك، بس بتقول له انا معايا ميري صاحبتي. فبيقول لها يعني انت عايزاني ارجع المسافة دي بعد ما جيت؟ فبتبص لصاحبتها وبتوافق، وبتكون باكر مبسوطة اصلا. وبالليل بيقعدوا مع بعض قدام النار، وبتقول باكر ان القبو بينادينا، فبيسأل دي جي ايه اللي في القبو، وبيكون مكان مجهز فيه سماعات علشان يعملوا اي حفلة، وبينبسطوا كلهم، وكانوا بيرشوا على بعض كحول علشان الفيروس برضه. وبعدها دي جي بيقول لباكر مين اللي انت متصورة معاه ده، بس بتعرفوا انه واحد صاحبها وهو ملوش دعوة، وبيعرفها انه هيمشي الصبح، وبتروح تنام. وبيروح دي جي يجيب الشنطة بتاعته من العربية. وقتها بيبان ان في حد دخل البيت، وبتروح باكر تتكلم مع ميري وبتعرفها ميري ان دي جي بيحبها، بس باكر مش بتهتم. وبيكون وهي بتتكلم الشخص الغريب واقف وراها وهي مش واخدة بالها. ووقت ما بيكون كلهم نايمين بيدخل السفاح عند باكر، وفي الصالة بيصحى دي جي ومش بيلاقي تليفونه مكانه، وبرضه السفاح بياخد تليفون باكر، وبيقوم دي جي يدور على تليفونه وبيسمع صوت الموسيقى اشتغل في القبو. وبرضه باكر بتصحى ومش بتلاقي تليفونها، وبتروح تشوف دي جي بس بيظهر من وراها وبيمسكها وبيقول لها ان في حد غريب في البيت. وبتكون عاوزة تروح لصاحبتها بس بيوقفها وبيطلب منها تنزل هي العربية وهو هيجيب صاحبتها ويجي لها. وبتروح تنزل من البلكونة وبتجري على أوضة صاحبتها، بس بتشوف القاتل جوه وكان هيطعنها بس بتهرب، ودي جي بيهجم عليه. وبيروح البنات وبيركبوا العربية، وبيفضل دي جي يقاوم السفاح لحد ما دي جي بيقدر يضرب الراجل، وكان لسه هيمشي بس بيقوم وبيطعنه. وبعدها بيقفل الباب وبيفضل يطعن فيه أكتر من مرة وبيخرج. وبتنزل باكر علشان تشوفه بس مش بيكون بيمشي، وكان القاتل ماسكه برمح مخترق جسمه وبيموت قدام باكر اللي كانت مصدومة جدا. وبتجري على العربية وكانت هتهرب بس كان العجل مفرقع. وبترجع ميري بالعربية لحد ما بتمسك في مكان وبيقرب منهم السفاح. وقتها بينزلوا جري وهو بيجري وراهم لحد ما بيدخلوا البيت وبيقفلوا الباب.
وبيطلعوا على فوق وبيتخبوا في المخزن العلوي وبيحاولوا يفتحوا الشباك بس مش بيفتح، والقاتل بيكون وصل وفتح الباب بس باكر بتضربه وبتكسر الشباك وبيطلعوا على سطح البيت. وكانت ميري مرعوبة من الارتفاع. وقتها القاتل بيكسر ازاز جنبها وبيمسكها بس بتخاف وبتقع من فوق على الارض، وبتشوفها باكر وبتطلع تجري لتحت بس بتقابل القاتل وبتجري وبتحاول تدافع عن نفسها، وبيمسكها وبيرميها بس بتقدر تضربه وبيقع على الارض وبتضربه على راسه وبتكسرها، والمفروض خلصت منه. ولما جات تشوف هو مين ما كانش باين من الدم، بس بعدها بيدخل عليها واحد تاني مقنع وبيبان انهم اكتر من واحد، وكان زعلان على صاحبه. وبتجري باكر وبتشوف صاحبتها اللي كانت لسه عايشة بس كانت مكسورة، وباكر بتقول لها اعملي نفسك ميتة وبتمشي وبتسيبها. والسفاح بيروح يتأكد لو كانت عايشة بس باكر بتشتته وبيشوفها وبيجري وراها لحد البحر وبتضربه بالعصاية وبتركب المركب وبتمشي. بس وقتها كانت ميري بتحاول تدخل البيت، وبتكون ميري بتدور على سكينة ومش بتلاقي وبتاخد اي حاجة. وباكر بعد ما مشيت شوية في المية فجأة بيطلع القاتل وبيحاول يمسكها وبيكون حواليها بس هي مش شايفاه من الضلمة، وبيكون تحت المركب وبيضرب بالسكينة في ارضيتها وهي بتحاول تتحرك كل شوية بس بتيجي مرة في ايدها وبيطلع عليها. وقتها هي بتنط في المية وبتهرب، وبتوصل باكر لبيت الجيران وبتنادي على جارها لكن ما بيردش، بس بتحاول تفتح الشباك وبتدخل والقاتل بيكون وصل بس ما شافهاش. وبتقوم وفجأة بتقابل جارها اللي كان ماسك البندقية وبتعرفه هي مين وبيعرفها، وكمان بتعرفه ان في شخص بيطاردها ولازم يتصلوا بالشرطة، بس بيظهر القاتل من وراه وبيخلص عليه. وبتحاول تهرب تاني بس المرة دي بيطاردها بالبندقية، وميري بتحاول تحط خشبة على رجليها المكسور علشان تقدر تمشي، بس فجأة السفاح اللي جنبها بيهجم عليها بس بتقدر توصل لسكينة كانت مرمية على الأرض وبتخلص عليه وبيموت بجد المرة دي. وبتكون باكر بتهرب في الغابة والشخص المجهول برضه وراها، وبتوصل للطريق وبتتخبى وسط الشجر وهو بيمشي من جنبها ومش بيشوفها. بس لما خرجت تاني كان هجم عليها وبيحاول يخلص عليها، بس كان في عربية جاية على الطريق وبتقدر باكر تضربه وبتبعد عنه وبتجري على العربية وبتطلب من الست تساعدها، بس الست ملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي وبتلبس الكمامة وبتطلب من باكر تلبس كمامتها وإلا مش هتفتح لها. وباكر كانت بتترجاها تساعدها والقاتل كان بيفوق، والست بتقول لها استني لحظة انا معايا كمامة تانية وبتديها لباكر وبتلبسها. وقتها بتركب وكانت قاعدة تبصلها باستغراب، بس فجأة كانت باكر بتفقد الوعي وبيكون الكمامة فيها مادة مخدرة. وعند ميري بتشوف عربية جاية البيت وكان القاتل والست اللي معاه، وبتشوف صاحبتها كمان وبتتخبى وبيدخلوا جوه البيت واخدوا عينة من باكر. وكانت الست دي برضو زعلانة وعايزة تشوف السفاح التاني وبيقول لها انه في المطبخ، وكانت ميري في المطبخ برضو. وقتها السفاح بيكشف عن وشه وبيقول لها ان الشخص اللي انت قتلتيه ده يبقى ابني، وبيعرفها هم هنا ليه، وبيقول لها انك كنت بتحتفلي وقت الحجر ومنزله صور وكاتبه عليها اهلا بنهاية العالم ومش همك الفيروس المنتشر. والست بتقول لها ان الشخص اللي كان معاكم في الحفلة اللي انت متصوره معاه ده ابن الصغير، وهو واحد من الناس اللي جاله الفيروس بسبب الحفلة اللي كان فيها اختلاط ومات لوحده على سرير في المستشفى. وفي الوقت ده كانت ميري وصلت لللابتوب بتاعها وبعتت رسالة طوارئ، بس الرسالة مش بتوصل، بس بتقول لها باكر انا مش مصابة. وقتها الاب بيتضايق وبيروح يخنقها بالكيس بس بيفكها، وكانوا مستنيين نتيجة الاختبار اللي عملوه، وكان الاب مقتنع ان هي اللي نقلت المرض للحفلة كلها. وبتقول لها انهم كمان خلصوا على الشخص اللي نقل لها المرض وهو تايلر اول واحد مات، وبتطلع نتيجة الاختبار وبتكون ايجابية وكده هي السبب. فبتسألهم طب ايه دخل دي جي وصاحبتها ميري، بس الست بتقول لها ان مراكز السيطرة على الامراض قالت اللي حامل الفيروس مفروض ينعزل لوحده في بيته، يعني هم ماتوا بسببك برضه. وقتها الراجل بيلاحظ ان في حد بيستخدم الواي فاي وبيروح يفصله، وبتقول له الست ان دي اكيد صاحبتها لسه عايشة، بس باكر بتقول لها انت مالكيش دعوة بميري انا السبب. بس وقتها ميري بتظهر من وراها وبتيجي عليها وبتحاول باكر تلهيها، وبتمسك ميري ازازة وبتكسرها على دماغها، وباكر بتزقها وبتكسر بيها الازاز. وكانوا هيمشوا بس بيشوفوا الراجل جاي وبينادي على مراته وبيروح يدور عليهم وبيطلع الدور اللي فوق. بس وقتها بتطلع ميري بالمنشار وبتجرح رجله، وبتيجي باكر وبتزقه وبيقع للدور الاول على قرن غزال وبيموت. وبيتحركوا
بيتحركوا علشان يمشوا، وبتاخد صاحبتها على كوخ فيه عربية صغيرة بتمشي بالكهرباء، وبتكون البطارية خلصانة وممكن تمشي بالجاز. بس لما راحت باكر تجيب الجاز بتهجم الست عليها وبتحاول تموتها، وباكر بتدافع عن نفسها، والست المجنونة عاوزة تموتها بأي طريقة، بس كانت باكر رمت عليها الجاز. وقتها ميري بتشوف ولاعة على الأرض وبتولع فيها، وبتجري المجنونة وهي مولعة على الطريق وبتموت، وبيقدروا يعيشوا هما الاتنين ويعدوا اليوم الصعب ده. والشرطة كالعادة بتوصل متأخر. وبس كده. لو عجبك الفيلم اتأكد ضغطت على الإعجاب ولا لا، اشتركت بالقناة وفعلت زرار الجرس. سلام.